ده في رصاصة عدت جنبه. دي كان هو برضو قاعد في الشقة. دي مرة تاني؟ دي مرة يعني قبل دي. قبل حكاية أستاذ شهدي دي. كان قاعد هو بيقرأ بالليل كده، وبعدين فجأة في لحظة كده راح مميل راسه لورا، راحت معدية رصاصة كده بدل ما تيجي في اوضته راحت جاية يا ربي في السرير، خرمت الشيش والإزاز اللي قايم أنا شفته بتاع الشيش، وخرمت الإزاز كسرته وجت في السرير والحيطان. بس في لحظة. شفتي بعينيك الكلام دوت؟ أيوة، أنا لما رحت له وما الكلام ده وكل ده وسايباه؟ لما رحت له بقى وانا حتى بنفض وقع الازاز ده. قال لي شفتي؟ تاني يوم بقى يكلمنا قال لي ايه، لسه ربنا بيحبك. كان دايما يقول لي ربنا بيحبك، لسه العمر فيه شويه. مع محاولات الاغتيال ديت وهو ولا همه ومكمل طريقه وثابت في هدفه. كان صدقني هو مسالم وبيشوفها عادية، هي عادي يعني، ادينا مع ربنا واللي لينا نصيب فيها نشوف وما فيش حاجة هتحصل من غير يعني كان عنده الاتكال ده فضيلة كده، ان ما فيش شعرة هتوقع من غير اذنه، فمسلم انا بخدم ربنا وخلاص. وبعد كده الاسبوع دوت بقى عدى منه يوم واثنين وثلاثة لغاية يوم الأربع ما أنا قلت لك على حلم وأبونا بشوي. بعد كده أنا روحت البيت، اتصل بيا وكان بيتصل بيا كل يوم عشان كان عارف إن أنا متضايقة. حتى في يوم الثلاث هو أبونا استشهد الخميس، قال لي أنا كلمت صاحبتك على مريم مرات أبونا مينا وقلت لها ما تسيبكيش اليومين الجايين، وشوفي صاحبتك بتعيط كتير لي اليومين دول وما تسيبهاش اليومين الجايين. بس يوم الاربع بقى قبل استشهاده بيوم، انا لما روحت البيت بقى بعد القداس وكده، فكلمني الساعه 11 الصبح بيقول لي عاملين ايه. فالمهم قلت له انا قلقانه عليك، مش عارفه ايه يحصل، ورحت حكيا له بقى الحلم. ولما قلت له اني صليت مع ابونا بشوي فرح جدا عشان هو بيحب ابونا بشوي قوي. فراح قايل لي اول ما خلصت حكاوي الحلم، راح قايل لي اصل انا خلاص عرفت طريقي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هستشهد. قلت له طب انت شايفني يعني تعبانه وعماله اقول لك قلقانه عليك وتقول لي هستشهد؟ ما كنتش بقى انا متخيله ان ده بكره. قال لي صدقيني انا فرحان ومبسوط وربنا يستلم وديعته بسلام، بس صلي لي. يعني انا فاكره مره كده كنت بقارن بين ابونا مينا وابونا رفائيل، فافتكرت ان ابونا مينا برضو كلمني في التليفون قبل استشهاده بيومين بالظبط، واخر كلمه قال لي صلي لي يا ربي. فافتكرت ابونا رفائيل قال لي كده وقال لي صلي لي بس ربنا ما يطولش عليا اكتر من كده ويستلم وديعته بسلام، انا فرحان ومبسوط وهم رصاصتين واروح السما. قلت له طب واحنا يعني؟ قال لي انت اللي تعباني، قال لي انت مش جامده ومش قويه ومش جدعه، شوفي مريم جدعه ازاي، خليكي جدعه وقويه كده. وقعد بقى يحكي لي على حاجات هتحصل وفعلا حصلت واتحققت بالحرف. حاجات في حياتكم؟ في حياتنا بقى، حاجات خاصة بينا، حاجات بالعيلة. ينفع تقولي حاجة من الحاجات اللي قالها لك قبل استشهاده؟ لا ما ينفع. حاجة واحدة ممكن تتحكي؟ لا هو قال لي حاجات خاصة بناس عايشة وقال لي عارف، كنت بحكي لحد فبقول عارف السيد المسيح وهو على بستان جثيماني، أنا بمثل أبونا رفائيل، ما هو سيده بقى، بمثل أبونا رفائيل ليلة استشهاده كان كده بالظبط، بأمانة بمشاعره، وهو عمال يتكلم ويحكي لي على مشاعر صعبة، شايف كل حاجة. احكي لنا موقف حكاهولك من غير ما تقولي أسامي، بس لازم تحكي لنا موقف.
لا حاجات مشاعر ابونا بقى. لا غير مشاعر. طب احكي مشاعر ابونا، هي فيها ايه دي كمان؟ يعني هو كان يعني قلبه في الوقت ده، بص واحد هيصبح يتكلل، فشوف قلبه عامل ازاي بقى. هل بكى؟ هو كان اكتر من البكا، لدرجة ان انا اللي بكيت. وبعدين هو عشان كانت روحه خفيفة كده ويحب يضحك، راح قلب الموضوع بقى ضحك، وراح قايل لي اقفلي بقى عشان انا عازم ناس على الغدا، وعزم 2 هقول لك اساميهم بقى. قال استاذ جميل ده محقق قانوني في التربية والتعليم، صديق عمره من زمان في العريش. وعم سمير النجار. عم سمير النجار جه عزاني وقال لي بصي بقى يا تصوني، انا عايزه. بقول له احكي لي لما قضيت اخر يوم مع ابونا انت واستاذ جميل. قال لي عارفه يا تصوني، ابونا حط لنا الاكل بنفسه، كان عامل لنا عدس عشان كان يوم 4. قلت له هو قال لي انا بعمل عدس احسن منك. فقال لي حط لنا الاكل والميه كانت قطعه، صب علينا غسلنا، وقعد يتكلم عن الاستشهاد والسماء، وان هو حسسنا ان هو زي ما يكون ده اخر يوم يعني هنشوفه فيه. بس كان بيضحك عشان ما يدهوش، هو محسسهم كده، بس كلامه بيقول كده، بس هو حاسين لا يعني. فبيقول لي كانت ليه بصة جميلة كده بالجنب، وانا عمالة ابص له، يروح ملفوت لي وضاحك. رحت قايل له، بيقول لي انا عماله ابص في وشه، بيقول لي يا تصوني انا خايفه اقول لك. بيقول لي هو كان مبيض قوي قوي لدرجه انا خايفه اقول لك كان منور هتتريق عليا. قلت له اتريق ليه يا عم سمير؟ واحد صابح يتكلم وهيتناول ويصلي ويروح السما، فعايز وشه ما يبقاش منور ليه؟ قال لي صدقيني يا تصوني ابص عليه وشه متغير، اقول له يا ابونا قول لي انت شكلك فيك حاجه متغيره، شكلك وشك مبيض قوي. يروح قايل لي عشان انت مركز معايا يا عم سامي، ما تركزش معايا. يقول لي انا باصص له كده، يروح ملفوت وقايل لي ما تركزش معايا يا عم سامي. بس بامانه ده اللي قاله بقى. بس يوم الاستشهاد بقى، في حاجه يوم الاستشهاد ده اليوم الصعب، وانا قلبي معاكي وانت بتحكي. هو ربنا اللي بيشيل صدقني كل حاجة يعني. احنا وبعدين كلنا هنمشي. هو ابونا فضل يجهز فينا. الوضع صعب والموقف صعب، بس اللي يبص للأرض. على رأي حد من الآباء كان بيعزيني، قال خليكوا باصين للسماء وانتوا تتعزوا. يوم الاستشهاد حصل ايه؟ يوم الاستشهاد هو قال لك وانت فهمتي ان هو بكره هيستشهد؟ لا ما قاليش بكره، الأمانة. بس انت ما فهمتيش كده من كلامه؟ انا ما فهمتش. هو بيتكلم بيقول لي خلاص، اصل انا خلاص عرفت طريق يعني هستشهد، لكن ما قاليش ده بكره ماشي، ما قالش دي. بس قلبك كان حاسس. انا حسيت ان هو كده عارف. انا حسيت ان ابونا خلاص، بس مش عارفه ان ده بكره. ما هو كتير بيقول، هو قال كتير، مش اول مره. ده هو قال من قبل ما يعرف ابونا مينا. ابونا مينا راح العريش قبل الكهنوت بكم شهر يعني. ابونا حياته كلها في العريش كانت ما تكملش 2 سنين. لكن ابونا رفائيل كان من سنة 91. فمن قبل ما يشوف ابونا مينا وهو حتى بيقول ان انا هستشهد وهم رصاصتين واروح السما. اصل في ناس بتقول ان ابونا رفائيل لما شاف الرصاص الكتير اللي خد ابونا مينا راح قال له لا يا رب انا مش هستحمل، انا عايز رصاصتين. لا بامانه ابونا رفائيل كان عارف موضوع رصاصتين من قبل ما يعرف، من اول ما اتجوزنا وهو قال لي هم رصاصتين واروح السما بس. فانا بصحح لاجل الامانه يعني. يعني اصل هو مش خايف ابونا يعني. لو خايف مش هيروح بايده ورجله قاعد وعارف ويعني كذا مره محاولات كتيره، وهو برضك مصمم ومكمل وثابت.
بس يوم الاستشهاد أنا صليت قداس من 6 ل8 في المطرانية في الأنبا بشوي، وكان معايا بشوي، فبيقول لي نتصل ببابا. كانت الساعة 8. أبونا بقى قال لي إنه هيصلي قداس من 7 ل9، وقال لي إن أنا هظبط حاجة في العربية عند عم عدلي. عم عدلي ده محل عربيات كده جنب المطرانية. فاما بشوي قال لي اتصل، قلت له لا يا بيش مش هنقدر نكلم بابا، قدامك كده ساعتين على ما تعرف تكلمه، عشان كده هيقلق ترن وهو في القداس يبقى في حاجة كبيرة. وهو ايه الفترة الأخيرة دي كان بيقلق علينا، يتصل انتوا عاملين ايه كده. بس فما يا دوب روحنا على الساعة، أنا لقيت أخويا وزوجته جايين الصبح. هما بالطبيعي ما بيجوا آخر النهار، فلقيتهم جم الصبح. أبونا استشهد الساعة كام؟ أبونا بعد ما صلى القداس، القداس كان من 7 ل9، وقعد خد اعترافات تقريبا. وفي واحدة قالت لي إن أنا اعترفت في اليوم ده. عارف قدس أبونا مرقس في العريش يحكي لك على الواقعة دي بالحرف، لأنه كان معاه لحظة بلحظة. بس أبونا مرقس راح على المساعيد، وأبونا ربنا بقى حصل معاه كده. المهم بعد ما صلى القداس راح عند عم عدلي، وكانت حوالي 10:30 الصبح. جت عربية ركنت في شارع جانبي، ونزل منها واحد، كان فيها 2 ملثمين. نزل واحد ضربه رصاصتين، واحدة في كتفه طلعت ضربه من ظهره، والتانية في راسه، يعني من قدام من ورا، يعني جت بالجنب كده، هشمت الجزء اللي ورا ده. بس وخرج من قدام. ايه؟ خرج من قدام؟ لا، من هنا ورا. اصل في رصاصه كانت في وش. لا انا شفت ابونا في المشرحه. انا دخلت قعدت مع ابونا، ما فيش دي. انا سالت كمان، قالوا لي ده البارود بيبقى فيه زي تعوير بسيطه كده. انا كنت بمسحها بالمنديل. المنديل ده عمل معجزات كتير. نقطة الدم اللي هنا، أيوة بالظبط دي زي بارود كده. سألت قالوا لي حاجة كانت تعويرة خفيفة، لكن أبونا الرصاصة خرجت بالجنبية جت كده بس ما اتكلموش مع أبونا وضربوا على طول من غير كلام؟ لا، ما كانوا ملثمين. أستاذ ألفرد راح مزعق في اللي ضرب أبونا ده، بيقول له أبونا أنت بتعمل إيه؟ كان أبونا طبعا هو لما ضربه أبونا رفع إيديه للسما، يعني خلاص. وهو استشهد رفع إيديه؟ أول ما خد الرصاصتين رفع إيديه للسما. يا ربي. طبعا طلب ربنا، ووقع على ظهره، وقع عمل علامة صليب كده. فلما أستاذ ألفريد زعق في الراجل الملثم ده، فحط له الرشاش هنا، فخاف وسكت. وبيقول لابونا راح قدامي ما عرفتش الصبر. راح رجع بقى الملثم ده يضرب على ابونا بعد ما ابونا استشهد، وهو على الارض قعد يحاول يضرب، ما طلعتش ولا رصاصه. ما هو قال خلاص رصاصه يعني 2. وكان يقول ربنا بيحبني وبيعمل لي اللي انا عايزه. ربنا بيحبني وبيعمل اللي هو عايزه. بيعمل لي اللي انا عايزه. طلب رصاصتين خد رصاصتين. حتى الكلمه دي، يعني انا بجد لما نطلب ابونا في حاجه ربنا بيستجيب بشفاعة ابونا.